لم يحصل على حقوقه حتى الآن. الأمريكان بالدرجة الأولى يعتبرون الإخوان خطرا داهما عليهم وعلى مصالحهم، لكن يلاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك لقاءات عديدة بينكم وبين الإخوان. قيل أن هناك لقاءات سرية وترتيبات سرية، وقيل أن هناك لقاءات علنية تم الإعلان عنها، حتى كان في لقاء أمس أيضا مع بعض أعضاء مكتب الإرشاد مع بعض المجموعات الأمريكية. باختصار شديد ووضوح تام، ما طبيعة علاقتكم بالإدارة الأمريكية الآن؟ هو الحقيقة لا توجد علاقة خاصة مع الإدارة الأمريكية، ولكن ما حدث بعد الثورة وحتى الآن أنه تأتينا مجموعات كثيرة جدا من الغرب والشرق، وقد استقبلنا ما لا يقل عن 200 وفد أو مجموعة 200 وفد على الأقل، من السفارات، من وزارات الخارجية، من الحكومات المختلفة، من الأحزاب الحاكمة في دول أوروبا، من الأحزاب المعارضة، من مجموعات المراكز البحث، من الصحفيين، من كل الجهات. أي دولة تخطر على بالك، نيوزيلندا، اليابان، استراليا، روسيا، أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، أسبانيا، بلجيكا، البرتغال، كل الدول بلا استثناء الآن أو المجموعات تأتي إلينا ويحاولون التعرف على الإخوان المسلمين وتأثير وجودهم كعامل مؤثر في المشهد السياسي المصري على الحياة السياسية والاقتصادية في الفترة شكل القادمة. التعرف هنا ايه؟ في ظل ان في آلاف الكتب مكتوبة عن الإخوان المسلمين، عايزين يتعرفوا عن ايه في الإخوان المسلمين؟ ايه المحور المشترك للأسئلة وللنقاش بين كل هؤلاء من الشرق والغرب؟ هم ممكن تقسمهم لمجموعات. المجموعة الاقتصادية اللي بتمثل البنوك الرئيسية في العالم زي جي بي مورجان ومورجان ستانلي وهيرمس وكتير من البنوك في اليابان وفي الصين وفي غيرها، دول كلهم جم قعدوا معاكم؟ مجموعات كبيرة منها وفود بال10 وال12 وال13 بيسألوا عن تأثير وجود الإخوان المسلمين كعامل مؤثر في المشهد السياسي المصري على مناخ الاستثمار في مصر، وعن رؤيتنا الاقتصادية وسياستنا الاقتصادية. في مجموعات أخرى بتركز على الجانب السياسي. طب مسمح لي هنا، انتوا بتقدموا رؤية اقتصادية واضحة للناس دي؟ عندكم انتوا رؤية اقتصادية واضحة؟ طبعا الإخوان المسلمين يا أستاذ أحمد